السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الطيبين، يا رب تكونوا بخير. يا رب الحلقة تعجبكم. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نكمل قصة الكاتبة أسماء حبيب، وإن شاء الله الحلقة تعجبكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وقف بعصبية: لا يا بوي، ما هتجوزش غير بنت عمي. حمدان الجبلاوي: بتعصي أوامر يا منصور. منصور وبيقعد بعصبية: ما اقصدش، بس مش عايزه اتجوز بنت من بنات البندر. انا رايد بنت عمي يا بوي، وانت عارف كده زين. واتفاقك مع عمي ايه؟ هتنساه؟ هنبقى صغيرين قدامه يا بوي. حمدان الجبلاوي بهدوء: مالكش صالح بعمك، وبنت الدهشوري امانه يا ولدي، ابوها وصاني قبل ما يموت، ومش هتتجوزها غير لما تشوفها كمان. منصور بدي: اللي تشوفه يا بوي. خرج منصور، وقبل ما يطلع وقفته بنت جميلة: خبريه يا منصور، اللي سمعته ده صح؟ هتتجوز يا منصور؟ منصور بدي: سيبيني في حالي يا فاطمة السعاد. فاطمة بصدمة: منصور، أنا بنت عمك، اوعى تسيبني. منصور بحزن مع نبرة غضب قبل ما يمشي: مش بإيدي حاجة يا فاطمة، وما خبرش ايه اللي هيجرى. فاطمة وبتخبط على صدرها: يا ميلة بختك يا فاطمة. والد منصور من ورا فاطمة وبيخبط بعكازه على الأرض: واقفة عنديكي ليه يا فاطمة؟ فاطمة باحترامه قبل ما تدخل وبتداري صدمتها: ما تواخذنيش يا عمي، عن إذنك. في مكان تاني: عندك اندومي يا عم عبده؟ اه عندي يا جنان. من اللي هو بالخضار ده؟ ايوه عندي. وبيبسي وشيبسي بالطماطم؟ ومطولك يا روح، ايوه. يا بختك يا عم عبده، هاتلي قطعتين جبلة ليستون وقرصة سادة وواحدة بالعجوة لزوم التحلية. طب نزلي السبت احطلك فيه. جنان نزلت له السبت وحطاله الفلوس: يا عم عبده اتطور وهات لك واحد يوصل الاوردر، تعب نفسك والشعب معاك ليه يا عم عبده؟ كده ما يصحش. عم عبده بصوت واطي: ربنا يهديك. جنان بتاكل في البلكونه: انت فين يا زهره؟ كده ما تجيش وربنا لنفخاكي، افطر ازاي انا كده؟ جنان جابت طبق صغير في لب بتتسلى فيه وترمي القشر على الناس وتستخبى بسرعه في جامعة القاهرة دخلت بنت المدرج وكانت جديدة في المكان. قعدت جنب بنتي وبتسألها: لو سمحتي، هنا مدرج الفرقة الرابعة مش كده صح؟ زهرة: اه، هو انت جديدة؟ ردت عليها باحترام: اه جديدة، جديدة هنا اصلا، بس انا مش من القاهرة. واحدة كانت معدية وبتسلم على زهرة بضحك: زهرة هنا؟ فينك يومين مختفية، او علايك من قفاكي ولا ايه؟ زهرة بنص عين: كده تكسفيني قدام الجماعة الجداد؟ اخصى عليا، معرفتش اربيكي صحيح. البنت الجديدة بصت لها باستغراب: هو في ايه؟ زهرة: ما تاخديش في بالك، ده الجمهور بيسلم عليا، ده انت هتنبسطي هنا قوي. دخل الدكتور وألقى التحية، وزهرة قاعدة بملل بتلعب في الموبايل من تحت البنش. البنت الجديدة: ما يصحش كده، ركزي في المحاضرة. الدكتور بزعيق: انتي قومي. البنت الجديدة بخوف: نعم. الدكتور بزعيق: بتتكلمي ليه؟ هو انا مش بشرح؟ البنت سكتت بخوف. الدكتور بتحدي: جاوبيني بقى، لا اما تنطردي انت وهي. زهرة: يا حول الله يا ربي، هو انا اتكلمت يا اخ؟ الدكتور: احترمي نفسك، جاوبيني بقى، ايه هي اكبر هضبة في مصر؟ البنت الجديدة ما كانتش عارفة، وزهرة حبت تغلس على الدكتور وبسرعة جاوبت: عمرو دياب. هي دي فيها كلام يا راجل؟ المدرج كله ضحك، وهنا الدكتور اتنرفز: طب بره يلا كده انت وهي، هاتوا الكرنيهات بتاعتكم. زهرة سحبت الكتب بتاعتها وبتسلم على زمايلها وهي خارجة: هتوحشوني، اشوفكم في المحاضرة القادمة بإذن الله، لو ربنا أراد وما اتقتلتش، السلام عليكم يا قوم. أما البنت الجديدة سلمت الكارنيه بحزن وخرجت ورا زهرة. زهرة مسكتها من ايدها لما شافتها بتعيط في جنب: بتعيطي ليه بس يا اختي؟ هم اللي اتعلموا دول اخدوا ايه؟ ما اخرتها هنقعد نقطف ورق عنب وعلى الحلة المحشي، والعيال يقرفوا اللي جابوك عادي، ما تيأسيش كده من الحياة. البنت الجديدة وضمت الكتاب بتاعتها: بس انا مش عايزة اتجوز، انا عايزة اتعلم. زهرة: اسم الاخت ايه الاول؟ اسم جهاد. زهرة بضحك: من معركة قادش مش كده؟ اضحك عليا، شكرا.
يا ست استني بس والله بهزر معاكي، ما انت قاعده تعيطي وانا قلب رهيف يا اختي، احبش الدموع وربنا، وربنا لا اجيب لك الكارنيه وبكره هديهولك ولا تزعلي بقى. هتجيبيه ازاي ده؟ انا بدخل وهو نايم اروح مفتشه درج المكتب بتاعه بالبنس بتاعه الشعر، واسحب الكارنيه ولا من شاف ولا من دري، وبعدين بدخل الجامعه عادي. بس بعدها باخد علقه ما خداش حمار في مطلع. بس على مين؟ بروح ردها له بس لما اكون فاضيه وعلى رواقه. حاكم انا احبش اتسرع، يلا بقى الصبر حلو. جهاد بصدمه: هو انت تعرفي الدكتور؟ زهره: امال ايه، بعيد عن السامعين والغايبين، ابا اخت المتعوس اللي جوه ده. وبيزعق لك كده؟ عادي، مفيش كرامه بين الاخوات، وبعدين هو انا بسكت له؟ انا وراه لحد اما ينقل من الجامعه دي، بجيب امتياز في كل المواد الا مادته، بجيب فيها كحك جميل مدور كده. يا اختاه انا امل الطلبه في الجامعه، وراك يا ابن روحيه. جهاد مسحت دموعها بضحك: ده انت مجنونه. زهره بضحك: ايوه كده اضحكي ما تعيطيش، وبعدين هو في احلى من الجنان؟ يا لهوي الجنان، سلام سلام، اشوفك بكره يا عنتره. جهاد بضحك: سلام يا عبله. طب تعالوا اتخانقوا هنا، مش عارفه اشوف. راجل من تحت: يا ست اسكتي بدل ما تهدي الخناقه. بتزعق لي انا؟ ما تتشطر على الراجل كل اللي شويه هزق فيك ده وانت ساكت له. ده حيوان، بس مش هرد عليه. انا حيوان؟ ده غلط فيك على فكره اديله. وقامت خناقه كبيره، وزهره كانت ماسكه كيس وجايه تطلع بس وقفت تتفرج. جنان بتشاور لها: يا زهره تعالي نتفرج من هنا احلى. ايوه جايه اهو. زهره طلعت بسرعه وجنان فتحت لها الباب: ها جبت الاكل؟ انا ديناصورات بطني بترفص من الجوع. اجدع طبقين كشري، يلا بقى ان شاء الله ما حد حوش. ايه ده، هو انت هتاكلي معايا ولا ايه؟ اه زهره امال ايه، هسيبك تاكلي لوحدك؟ ده حتى يبقى اللي تزوق مني. جنان وبتشدها من قفاها عشان تطلعها بره: انا بحبك وانت قليلة الذوق، يلا بره. زهره وبتمثل الزعل: كده يا جوجو، وانا اللي بقول اللي انت اللي باقيالي في الدنيا الغداره دي يا جعاري زي الحمير، براحتك بس سيبيني اكل، بقول لك ديناصورات بطني بترفس. ايه ما عندكيش دم؟ زهره بضحك: لا عندي صابون سايل. الباب كان بيخبط في الوقت ده. زهره بشك وكانت لسه واقفه مع جنان: بت انت بتخونيني ولا ايه؟ من غير جايلك انطقي. جنان بتمثل خوف: والله يا ساعات وما اعرف مين، استني. جنان فتحت الباب، لقيت راجل كبير وشاب بس لابسين جلاليب وعمة وليهم شنب. منصور لسه هيتكلم، جنان سدت الباب في وشهم بخضة وقفلت بالترباس وجريت على جوه. زهرة وبتنزل المعلقة من بقها، أول ما شافت جنان بتبص لها بصدمة: وبقى كنت لسه هدوق الكشري ما خدتش حاجة. جنان بتمسك ايدها بسرعة: كشري ايه بس، شكل عمي باعت ناس يقتلوني، شكلهم عرفوا مكاني يا زهرة. زهرة وبتخبط على راسها: يا لهوي، طب مش يستنوا لما كنت انا امشي، لازم يجوا دلوقتي. نعم يا روح الطنط، المهم هنعمل ايه؟ دول شكلهم يخوف وبشنبات صراصير متخيلة. زهرة مسكت جنان من هدومها: شنبات صراصيره؟ تتكلمي بجد؟ طب انا هقفز هيلا هوب من البلكونة وحصليني. جنان وبتستجمع قواها: مش هنقفز ولا حاجة، احنا رجالة يا بت، هننفذ خطة عبيله واديله. زهرة وبتسلم على جنان: ايوه يا معلم هو ده. بس اللي هو ازاي يعني؟ جنان ببلاها: عليا الطلاق من دراعي ما اعرف. ده وقت هزار يا جنان. خلاص لقيتها، تعالي ورايا. جنان دخلت المطبخ وجابت الطاسة والمقشة والمساحة. الا الهول، وكده هنقضي عليهم بالمقشة والطاسة؟ بقول لك ايه، سيبها على الله، هو احنا هنموت كم مرة يعني؟ الباب قعد يخبط. جنان بتبص لزهرة وبتديها المقشة: مش تبص لي كده، ما انا مش هفتح. جنان وماسكة الطاسة: والله انا وراكي اهو، بس افتحي، اصل خايفة قوي وعندي ارتعاش في الركبة. طيب موتي هيكون بسببك انا عارفة. زهرة واقفة على الباب هي وجنان ماسكة الطاسة وخايفة. منصور بضيق من بره: جرى ايه؟ هنفضل واقفين كده يا بوي؟ اصبر تلاقيها خافت منينا. زهرة فتحت الباب ورفع المقشة، وجنان بتبص ليهم من ورا زهرة. زهرة بسرعة ورفع المقشة: انتوا مين وعايزين ايه؟ حمدان وهو ساند على العكاز بوقار: ما تخافيش يا بنتي، احنا. جنان قطعتهم وبترفع الطاسة في وشهم بعد ما بعدت زهرة بإيديها: انت بسرعة لا اضرب في المليان.
منصور بضيق: تضربي مين انت عارفه بتكلمي مين؟ حمدان قاطع ابنه: اسكت يا منصور، البنيه معها حق يا ولدي برضو يخافوا. اني حمدان الجبلاوي يا بناتي. جنان وبتحط ايدها على دقنها وبتسأل: انا سمعت الاسم ده بيتهيألي كده قبل كده. زهرة واقفة جنب جنان على الباب: حضراتكم جايين ليه؟ حمدان بهدوء: هنتساير كده على الباب. زهرة: لا مؤاخذة، اتفضل. حمدان دخل وزهرة وراه، وجنان قفلت الباب في وش منصور خطوة وافتكرت ورجعت تفتح له بسرعة: يا اختي احم، معلش اتفضل. منصور ببصلها بضيق: وسعك ده، بنت خرفانة بصحيح. جنان وكانت بتزعق بس وطت صوتها تدريجا لما بصلها منصور: مين دي اللي خرفانة؟ احم، اتفضل اتفضل، شرفت والله، اتفضل. منصور دخل وقعد جنب والده. حمدان الجبلاوي: مين فيكم بنت الدهشوري؟ جنان وزهرة شاوروا على بعض بسرعة: هو انتم اخوات؟ زهرة قالت لا، وجنان في نفس الوقت قالت اه. زهرة بضيق: جرى ايه يا جنان؟ هنهزر؟ انت هتلبسيني مصيبة؟ يا بيه انا بنت خالتها والله. حمدان كان هيتكلم بس لقى جنان بسرعة قامت من مكانها وراحت ناحيته: والله يا جناب البيه انا ما عملت حاجة، انا بريئة وربنا بريئة، وربنا انا مظلومة وربنا. حمدان بضحكة هادية: يا بنايتي أنا جاي أحميكي من عمك، بقالي شهر من ساعة ما أبوكي الله يرحمه مات، وأنا معي الناس يكتروا مكانك لحد أما عرفته، وجيت أخدك معي هناك البلد تعيشي معانا في جنة لحد ما تني سنك القانوني وتاخدي حقوقك. جنان وقعدت على الكرسي تاني وبتحط رجل على رجل: والله سيبني يومين أفكر. منصور وبصراخ في جنان: نزلي رجلك لأكسرها لك. جنان بسرعة نزلت رجلها بس حمدان مش حابب عصبية ابنه: جرى ايه يا منصور؟ فزعت البنية. جنان وبتمثل البكا وبتحتضن زهرة: ده قطع خلفي منك لله يا بعيد روح. منصور بديق: شايف يا بوي شايف؟ حمدان بديق: منصور كفاياك عادي يا ولدي، خلاص يا بنتي حقك على راسي من فوق. جنان: علشان خاطرك بس انت يا عم حمودة، بس مش يزعق لي تاني، اصل وربنا اصوت والم عليك الشعب، انا بقول لك اهو. حمدان بجدية: ما تخافيش يا بنايتي، انا مش هخليه يزعجلك واصل، بس جهزي هدومك العربية تحت. جنان: طب انا مش جاهزة دلوقتي، ممكن تسيب العنوان وانا هاجي. حمدان: ليه كده؟ ما العربية تحت اهي. زهرة بجدية: معلش يا عمو، علشان بس تعرف تجهز، سيب العنوان وهي هتيجي. حمدان بهدوء: اللي انتم عايزينه. منصور وولده حمدان الجبلاوي مشي وسابوا العنوان. جنان بتنهيده: ما تجيبي فلوس، علشان بصراحة ما معيش أي حاجة خالص، أنا على الحديدة. زهرة وطلعت فلوس من جيبها: خد يا ست 280، هم دول اللي معايا دلوقتي. خدتهم منها بسرعة: حبيبة أختك، وصدقيني مش هرجعهم لك والله. زهرة بضحك: أصيلة يا بنت خالتي، أنا المفروض أقطع علاقتي بيكي أصلا، مخلصة على مصروفي، ده مال أيتام يا حبيبتي. بقول لك ايه يا هرهر، ما لاقيش عندك يا اختي شنطه شيك كده، ويا ريت جزمه حلوه كده، وكمان دريس جميل كده وطرحه؟ يا سلام لو كانت نبيتي، اوعى وشك. زهره وبتشيل شنطتها وبتخرج: ده انت اللي هتخربي بيتي، السلام عليكم. جنان وبتشدها بسرعه: خدي بس بهزر معاكي، ايه رايك تباتي معايا النهارده يا هرهر عشان خاطري؟ جنان: ما تخلينيش اتزرزر عليكي، سيبيني اروح، ورايا درج مكتب عايزه اطفشه وجامعه بكره، بس خلي موبايلك مفتوح مش تقفليه، يلا. طيب يا ستي روحي منك لله، مع السلامه، وخلي بالك من الطريق لا تعملي حادث وتريحينا منك. زهره فتحت باب الشقه ونازله على السلم: ما تخافيش، لازقه ومثبته وهديني الجرفعك. جنان وبتبص لها من على السلم: ادعي لي يا هرهر. زهره ولسه بتنزل من على السلم: ربنا ياخدك يا جنان. جنان بضحك: يا بنت دعوه تريحني مش دعوه تريحك انت. دخلت جنان وشافت مفاتيح العربيه بتاعت زهره على الترابيزه، جريت على البلكونه، المفتاح اهو اشقطي. زهر اخدت المفتاح: ربنا يخليكي للغلابه، خلي بالك من نفسك ماشي، وانت كمان ها، خلي بالك من الطريق. دخلت جنان تجري وفتحت علبه الكشري وبزعيق: وروحي منك لله يا زهره، فين الصلصه؟ اكل ازاي انا دلوقتي؟ ماشي يا اللي تتشك ماشي. في بيت راقي في المدينه، دخلت زهره ولقت امها في المطبخ، رمت مفتاح العربيه على الكرسي بتاعها:
مساء الأناناس على أغلى الناس. والدتها روحية: مساء التأخير، ده أنا هفرمك وأعملك عصير. زهرة بتنهيدة: بالذمة دي مقابلة بقى؟ أنا بنعنشك تقومي فرماني. وهنا زهرة تلاقي أخوها ماسكها من قفاها: لا ده أنا هعجنك على إيديا بقى بتخليني في نص هدومي في المحاضرة. زهرة بضحك: خلاص المرة الجاية هخليك في الرباعية كده. حسام بزعيق: زهرة جرى ايه يا حسام؟ هتقل مني هسخطك كالبعور، وقد زعتر من بعترها. خرج والدهم حاتم من الأوضة: اتأخرت ليه يا زهرة؟ كنت عند الجنان يا بابا. وزهرة حكت اللي حصل هناك كله عند جنان. ايوه، هو في حد ما يعرفش حمدان الجبلاوي؟ ده تاجر كبير قوي في السوق، عنده اراضي بالفدادين، ربنا يكرمه، ده جدع وشهم. كان جوز خالتك شريك معاه في مصنع الاغذيه اللي بتتورد في السوق. طمنتني يا بابا، اصل جنان كانت خايفه قوي. روحيه: الحمد لله ربنا بعت لجنان حد يحميها كده، بدل ما كل اسبوع في مكان شكل. ربنا يريحنا من عمها ده والعقربه مرات. زهرة شافت حسام قاعد يتفرج على الماتش، اتسحبت ودخلت اوضته وشدت البنسة بتاعت شعرها وبتحاول تفتح درج المكتب. ما تفتح يا غليس، مالك عصلكت ليه زي صاحبك كده؟ اهو فتح الحمد لله. يا رب ده انك سترك مع الغلابة يا رب. يا سلام عليا. حسام وقفشها المرة دي: اهلا اهلا سيد طفاشة بيه، وقفشتك. زهرة وهي بترفع ايدها لفوق: وربنا انا بريئة يا بيه. حسام وشدها من دراعها ولفها ورا ظهرها: تحب اوديك الاسم ولا تعترف هنا؟ وعلى ايه حتى الاعتراف سيد الميداليه؟ حسام بضحك: الميداليه؟ طيب انت احسن لك. زهره بتفك ايه ده: شوف يا حسه، البت عنتر الجديده اللي طردتها بسلامتك النهارده كانت بتقول لي ركزي لما كنت منفضه لك في المحاضره. وحسام ضربها على كتفها: ايه منفضه لك دي؟ ايه الالفاظ دي؟ مش عارف بتجيب الحاجات دي. اصل اتعرفت على شويه من الدفعه الجديده وبقينا زمايل صياعه جماعيه. المهم كملي. المهم ياض، البت اللي سحبت منها الكارنيه مفتري قعدت تعيط. اقول لها يا بنتي مش تزعلي نفسك، ده دكتور متعوس، وكمان ما تيأسيش من الحياه، وهي تعيط تعيط. وانت عارف بقى اختك قلبها رهيب وصعبت عليا يكب امها، قلت اطفش درج المكتب وارجع لها الكارنيه يمكن تغششني ولا حاجه. يعني دكتور متعوس ومفتري واطفش درج المكتب ونغششك، وبعد كل ده عايزاني ارجع لك الكارنيه صح؟ ايوه. حسام شدها من قفاها لبره المكتب وزقها وقفل الباب. زهره وبتقول من على العرض: ماشي يا ابن روحيه وربنا لو اوريك بكره. حسام فتح الباب وهنا زهره جريت على الاوضه بتاعتها بسرعه. تاني يوم جنان نازله من العماره ولابسه دريس وطرحه وكوتشي ونضاره شمس وبتشد شنطه سفر، وقفت تاكسي وادت له العنوان ومشيت. بعد ساعه في التاكسي: يا عم سوق بالراحة لا نعمل حادثة ونموت. وعايزة توصلي ازاي هنا بسرعة؟ ده طريق سفر طويل، لو ما سرعتش مش هنوصل كده. ايوه يعني لما نموت هسيبك بقى ترجع لي الاجرة مثلا؟ لما نموت يا ست بقى اتكلمي. هتكلم ازاي يا ابن المبرشمة؟ هستأذن عزرائيل اقول له سيبني ثانية والنبي، اديله على قفاه قلمين واقول له موتنا ليه؟ السواق وقف بالتاكسي وبص لها بشر: قلت ايه؟ جنان وبتشير على نفسها: انا معاذ الله يا ابني، كمل الطريق زي ما تحب، هو احنا ورانا حاجه؟ السواق دور العربيه ومشي. جنان بتنهيده وبتتكلم في سرها: ابو شكلك وانت شبه البورس الجعان كده، روح يا اخي منك لله. بعد حوالي كمان نص ساعه وصلت، وكان في ناس فلاحين واراضي واطفال بينضفوا. مصيبه، هوصل ازاي انا كده في غابه مدغشقر دي؟ واحده ست استغربتها بلبسها ده: بتدوري على حد هنا يا بنيتي؟ ما تعرفيش واحد هنا اسمه حمدان الجبلاوي؟ يا طنط إلهي أشوفك عروسة يا رب. الست بضحك: عروسة إيه يا بنيتي، ده أنا جد أمك. وبعدين هو أنت ما تعرفيش حمدان الجبلاوي؟ ده كبير البلد هنا. طب أوصل له إزاي ينوبك ثواب في الغلبانة اللي قدامك دي؟ الست لسه بتوصف لها لقت قطيع غنم جاي ناحيتهم. جنان بخوف: يا أختي إيه ده، دول جايين هنا؟ الست بهدوء: ما تخافيش. جنان شدت شنطة السفر ورفعت الدريس، وكانت لابسة بنطلون جينز وطلعت تجري، ومن حظها النحس ان لونه اخضر. وهنا القطيع جري وراها والناس بتحاول توصل لها وهي تصوت وتجري: يا لهوي ايش يا اختي، يا اختي يا ماما.
الناس اللي في البلد كانوا بيجروا ورا القطيع وجنان بتصرخ. في سرايا حمدان الجبلاوي، حمدان بقلق وقاعد في المنظرة. اتوخرت جو يا ولدي. منصور بهدوء وقعد جنبه. زمانها جاية يا بوي، استرها يا رب. بره السرايا كانت جنان راكبة عربية كارو اللي بتمشي بحمار، وجنبها الشنطة وسند على البرسيم. معلش يا جماعة أنا ما لقيتش والله عربية بحمار، بس كانت تعبانة قوي. يا صغيرة على المرمطة يا جوجو، إلهي القطيع يفطس غنماية غنماية، ركبتي عايزة صيانة يا جدعان. وصلنا يا ست هان. جنان ونزلت من العربية بتمهل وشدت الشنطة. شكرا يا عمو شكرا، كنت هلوص من غيرك والله. اتحركت جنان لقدام، لقت السرايا كبيرة وفي حرس على الباب بجلاليب وسلاح. جنان بابتسامة هلو، لقيتهم رفعوا عليها السلاح. تبلع ريقها. يا حفيظ ايه ده؟ راجل بصوت خشن. انت مين يا حرمة؟ جنان بضغط. مين اللي حمارة؟ ده انت اللي حمار ودونكي. ها بس انا بنت الدهشوري اتشتم كده؟ طيب اشتمني يا اخي في ركن بعيد عن الناس. راجل بزعيق للحراس. نزلوا السلاح، دي اللي الكبير مستنيها. اتفضلي يا ست هانم. بترفع راسها بغرور ودخلت قدام الرجالة. طلعت على السلالم ودخلت السراي، وهنا حمدان رحب بيها. يا مرحب يا مراحب يا مراحب. جنان وهي بتمثل البكا. يا شيخ ده انا اتمرمطت لحد ما وصلت، ما كنتش خليت حد يستناني حتى كانوا عملوا رياضة معايا. ده انا بعد الجري اللي انا جريته ده هشارك في الاولمبيات. منصور بسخرية. ليه وانت صغيرة اياك؟ مالكش دعوة يا صراصيرو انت. واه واه واه. نو نو نو. بتعملي ايه؟ انت عايز تهوهو واسكت لك؟ ايه ده ايه ده؟ في ريحة اكل كمان، ريحة اكل حلوة قوي، ده انا هموت من الجوع. جنان جريت على السفرة لما شافت الخدامة بترص الاكل. جنان وبتنط من الفرحة. الله ملوخية. بس بقول لك فين الرز؟ ولا همشيها قرداحي كده يا صراصيرو، خليهم يجيبوا رز. منصور بيمسح على وشه بغضب، باين انه هيبقى مرار طافح. حمدان والده ومشي في اتجاه منصور بابتسامة واسعة. دمها خفيف بنت الدهشور بحج وحجيج. منصور بهدوء مصطنع. ايوه يا بوي انا ماشي، اصل ورايا شغل كتير قوي بعد اذنك. حميدة والدة منصور وهي نازلة من على السلم. خبريه يا ولدي رايح فين؟ وهتهمل الواكل، كل اول وروح شغلك. جنان وماسكه ورك فرخه وبتاكل. ازيك يا طنط اخبارك ايه؟ وحشاني جدا جدا. اسمك جميل ايه بقى؟ حميده بصت لها بخنقه. خلصوا واكلك الاول. ما جاليش نفسي يا اماي. نصيحه مني يا صراصيرو، لازم تاكل لحسن شعرك يطير وتبقى اقرع بزلبطه خالص. حمدان الجبلاوي قاعد على الكرسي ومش مبطل ضحك على منظر منصور وهو هيتشل من جنان. منصور وماسك نفسه بالعافيه. ما طفحش معاكي. جنان بخبز. مع عنك ما طفحت اطفح انا يا اخويا احسن والله، علشان اكل الفرخه دي كلها لوحدي. روح امشي امشي يلا. منصور بعند شد الكرسي وقعد عليه، وقال طبق عليه باقي الفرخه وحطها قدامه وبدا ياكل. جنان بصوت واطي. الطفس خد الفرخه كلها، كان ساب لي الدبوسه. طيب. جنان لاحظت ان في حد نازل من على السلم. كمال الجبلاوي اخو حمدان الجبلاوي وابنه اسماعيل. واه بتاكل من ورانا كده يا اخوي؟ ما خلاص بقى نسينا يا بوي. واه كيف داي؟ ده انتوا حته من كبدي. جنان بابتسامه وبتمسح ايديها في عمه منصور اللي فكرتها منديل لانه فكها. ربنا يديم المحبه يا عمو، بس هي القعده دي ليه رجاجيلي يعني؟ مفيش ستوتات غير انا على السفره يعني ولا ايه؟ الست بتعمل عندكم ماتش اعتزال؟ حمدان وبيشاور لها على اوضه تانية فيها الحريم. هناك الحريم بياكلوا، انا سبتك براحتك النهارده، ما حبيتش اجاومك من على الوكل. جنان حست باحراج وبتسيب عمة منصور بعد ما مسحت ايديها. معلش، اصل كنت جعانه واتطفست في الاكل بسرعه معلش. منصور مش واخد باله انها مسحت في العمه وبيكلمها بسخريه. اتطفست بس؟ ده انت كان ناقص تاكليني. جنان بتجاهل وبابتسامه لكمال واسماعيل. مش نتعرف على الحبايب؟ كمال بابتسامه. انت بنت مصر مش كده؟ محسوبتك جنان محمد الدهشوري، واني اسماعيل كمال الجبلاوي ولد عم منصور، وبوي كمال الجبلاوي. اتشرفت بجد بيكم، ده احنا زادنا شرف. بوكي كان راجل طيب.
الله يرحمه. منصور وكان جاي يربط العمامة علشان يقوم، لقاها متبهدلة. ايه ده؟ اتوسخت كيف دي؟ جنان بصت لمنصور بصدمة. مش انا. منصور بنبرة حادة. وانت مفكراني لهبل وهصدقك مش كده؟ هو انت عايزني اقولك اني فكرتها منديل ومسحت فيها علشان تزعقلي يا صراصيرو؟ وربنا ما انا قايل. جنان وكانت رايحة عند الأوضة اللي شاور عليها، وقالت منصور: أنا راح أسلم على القوم اللي هناك، عن إذنكم بقى. خبطت جنان وفتحت خادمة لها الباب، ودخلت ولقت 4 ستات وبنت صغيرة. جنان بابتسامة: أهلا، أنا جنان، ممكن أدخل؟ اتفضلي. شدت كرسي السفرة وقعدت. فاطمة بكره شديد: شرفت عيلة الجبلاوي. جنان باستغراب لهجتها بس اتكلمت عادي: أنا زادني شرف طبعا، ما تعرفوني بنفسكم كده لحسن أنا في المهلبية خالص. البنت الصغيرة بسرعة: أني زينة وخوي منصور وبقولولي مكسوفة الرجبي. جنان بضحك: شكلك خربها يا زينة وهنبقى صحاب قوي، أصل أنا بحبش أقعد دقيقتين على بعض ساكتة. نوارة بضحك: لقيتي واحدة زيك يا هون يا زينة. أنا نوارة مرات إسماعيل، وده هي فاطمة أخته لزم. زينة بسرعة: وديت أمي حميدة ومرات عمي فتحية. جنان بحب: أنا بجد فرحانة إني في وسط عيلة جميلة كده. فاطمة بتاكل ومش بصلها لأنها هاين عليها تقتل جنان. حميدة بسخرية: ما تاكلي، شكلك ما كملتيش واكل بره. جنان وبتشمر دراعها: طب وربنا ما أنا كسفاكي. جنان رجعت تاكل معاهم، وحميدة بصت لها بصدمة بس ما كلتش كتير. فتحية بهدوء: زينة خد البنية وريها الأوضة وخليكي وياها لو عاوزة حاجة. زينة قامت بسرعة وطلعت مع جنان. فاطمة بعد ما جنان خرجت بزعيق: اهي جات يا مرات عمي، ومنصور اكده هيتجوزها صح؟ وانا خلاص اكده ما عادش ليه عازة؟ لا، مش هيتجوزها. وانت خبرة زين ان منصور بيحبك يا بت، وانا هكلم عمك حمدان يشوف له صرفة للبت دي بعيد عن منصور. فتحية بهدوء: بس ما اظنش ان حمدان هيرجع في كلمته يا حميدي، جوزك كلمته سيف وبتمشي على رقبة الكل. فاطمة بدموع: يعني ايه؟ يعني ايه معناته الحديد ده؟ يمي خلاص منصور مش هيتجوزني؟ فتحية بهدوء: النصيب يا فاطمة يا بنتي، النصيب. فوق في أوضة جنان، جنان وبتخلع على الكوتشي: اوف، ايه ده؟ شكل كده والعياذ بالله دوست على كلب ميت وانا بفلسع من المعيز ولا ايه؟ زينب ضحك: لا وانت الصادقة، دي كلاب مش كلب واحد، ارميه بقى ملهوش عازة. جنان وماسكه الكوتش بطراطيف صوابعها وحطيته على الشباك بتاعها من بره: مش عندي غيره دلوقتي، هسيبه دلوقتي لحد ما الريحه تروح. اليوم كان تعب قوي، انا نفسي انام نوم يا ناس. زينب ابتسامه وهي خارجه: اسيبك انا يا مرات اخوي ترتاحي. جنان اترمت على السرير بتاعها، وبعدين فتحت عينها بصدمه ونطت من على السرير بصدمه. هي قالت مرات اخوها؟ يا لهوي، هو انا اتجوزت ولا ايه؟ فضحتك يا جنان، ده هي لا اكون حامل. لا لا، لازم اعمل سونار، لازم اتاكد. في حي شعبي في القاهره: يا جهاد قومي يا بنتي. اهو قمت اهو يا ست دنيا. كتكوت مكسور الجناح والدنيا غدرت بيه. جهاد بضحك وبتشد الغطا من عليها: صباح الناس الرايقه يا ست دنيا. يلا الحقي صلي بسرعه علشان تلحقي الفطار قبل ما عمار الطفس يخلصوا. جهاد بسرعه: لا في دي بقى معاكي حق، انت هتقولي لي. بعد ربع ساعة كانت جهاد خلصت صلاة وجهزت كتب الجامعة. في بيت زهرة، حسام كان بيلبس البدلة. دخلت زهرة بسرعة: حسام. في إيه يا زهرة؟ احم، معلش ممكن تديني الكرنيهات علشان عندي دكتور غلس قوي اول محاضرة. يا بنت وانا اللي بقول حد تعبان. يو اخلص ياض بقى وربنا يخلي ابوكي فوق عليك. البنت زمانها مستنياني، هتصغرني قدامها يا سونا. امشي يا زهرة. زهرة بضيق وبتخبط برجليها في الارض: يا حسام هات الكرنيهات بقى. قلت لك ما فيش زفت واطلع بره، وحسابك لما ارجع ازاي تكلميني كده بره. زهرة بعياط: بتزعقلي؟ بتزعقلي يا ابن روحية؟ زعقلي، زعقلي. هو انت اصلا بتعتبرني اختك؟ ما انا اللقيطة اللي لقيتوها على باب الجامع صح؟ جت زهرة تخرج، حسام مسكها من دراعها: جاتك شكة، خلاص ما تعيطيش، خد اهي الكرنيهات.
زهرة مسحت دموعها وخدت الكرنيهات. ناس ما بتجيش غير بالعين البني، عيل رزل اصلا ومش تكلمني خالص، وسع كده وخصم لمدة ساعتين. لا انت اخويا ولا اعرفك. انا تزعق لي يا ابن روحية؟ ماشي. قدام باب الجامعة جهاد واقفة بتتلفت حواليها، وفجأة لقت زهرة بتخضها من ورا. بخ! قطعت خلفي يا شيخة. خدي يا ست الكرنيهات اهو، ياكش يتمر فيكي وتغششيني بقى في الامتحانات. هو ايه ده؟ لما تشوفي حلمة ودنك. يا غدارة بقى كده، وانا اللي فكرتك صاحبتي؟ ما انا صاحبتك وعلشان كده خايفة على مصلحتك. اخليكي تذاكري وتنجحي يا زهرة في المادة دي. سلام عليكم. يا قلبي اللي انقسم نصين من الوجع. جهاد بضحك. يا بنت ما نذاكر سوا بعد المحاضرة في البريك. ها زهرة؟ لله الامر. وقعت يا حنفي، محدش سمع عليك بس وربنا. لاكل مش هنذاكر قرديحي كده. طبعا يا بنتي لازم نعبي التانك، امال ايه؟ عنترة هيا للجهاد. ورانا حرب مع حس، ورغم العذاب الذهني سأحاول الصمود على رجلي. ويا حلم بعيد جايز في يوم والعياذ بالله يبقى أكيد. وربنا مجنونة يا بنت، ما قلتلك مفيش أحسن من الجنان؟ يلا عشان حسام مستحلفني. مر الوقت على جنان، كانت نايمة بالتعب بس صحت على صوت الموبايل. جنان بصت في الساعة لقيتها 5. ايه انا نمت ده كله؟ الو؟ زهرة بزعيق. ده كله عشان تردي يا صابونة من غير ريحة، اللي بقالك سنتين معفنة في صفيحة. بس كفاية ريحتي لحد كده. ده انا نفسيتي بتسوق من غير رخصة. شلال احزان. اخلصي مالك يا شلل. اسكتي يا هرهر، مش انا اتجوزت؟ بتقولي يا جنان انت اتهبلتي ولا ايه؟ ومش بس كده، واحتمال اكون حامل. العرض ساري لفتره محدوده. نرجو من سيادتكم القدوم لاجراء بعض الحلول قبل موعد القتل والله المستعان. جنان انت بتخرفي بتقولي ايه؟ ازاي ده؟ اعترف احسن لك الا بلغ عنك بوليس الاداب. وربنا يا اختي ما اعرف. اخت منصور بتقولي يا مرات اخويا. والله يا زهره انا ما عملت حاجه خالص مالص. يا بنت ومش فاهمه بعد الكلمه دي ايه؟ ان عمه عايز يقضي على مستقبل ابنه ويلبسه مصيبه. قصدك إيه يا بنت روحيه؟ قصدي انت فاهماه يا جوجو. وبعدين الواد هيعلمك الادب. هينفع. مين ده؟ صراصيره؟ ده انا كنت نفخته. وصدقي معاكي حق، الواد جامد قوي يا بنت يا هرر. ده عليه بصه ولا تقوليش واكله ورث اهله. ده ناقص يفتح دماغه ويخرطني للبط. انا خايفه يا هرر، ما تيجي هنا تواسيني والنبي قبل ما تخرط. اسكتي، ده انا فرحانه فيكي فرحه وربنا وحده اللي يعلمها، ويا رب يجعله من نصيبك يا بنت الدهشوري. جنان كانت هتتكلم بس سمعت صوت جاي من بعيد، من عند الشباك. منصور في الشباك. ايه الريحة العفشة دي؟ جنان بسرعة بصت من الشباك، لقت منصور. جنان وبتشيل الكوتشي بسرعة. لا مؤاخذة يا ابو الصراصير، اصل الكوتشي كان عايز يشم هوا. اطلعي لي بره. جنان وبتمثل البكا. ليه بس؟ هو انا دوستلك على شنب ولا حاجة؟ اسمعي الكلام، عايزك في كلمتين كده. منصور وطلع يستناها بره الأوضة. جيران وبتقفل مع زهرة. منك لله يا بنت روحية، دعوتك هتستجاب. هتوحشيني يا بنت خالتي. اطلعي لي لكسر الباب على نافوخك، مش ناقصاك انت كمان. اقسم بالله لو فكرت تقرب مني يا ابن الكبلاوي من الباب لاكون فاتحه كرشك واخده فيك اعدام مع وقف التنفيذ علشان الحبايب. مفكراني اخاف منك اياك يا بنت الدهشوري؟ مش كده؟ لا فوقي، مش منصور اللي يخاف من حرمه واطلع لك كسره بحاجه. جنان وكانت لابسه هدومها اللي جت بيها ونامت بسبب التعب. فتحت الباب بسرعه. عايز ايه؟ وبسرعه علشان مش فاضيه، ورايا كوتش عايز يتغسل. منصور وبصلها بجديه شديده وكان ساكت. جنان وبتبلع ريقها. في ايه يا ابو الصراصير؟ هتتحول ولا ايه؟ اللهم احفظنا. عايزك تركزي معايا وتفتحي لي مخك النور ده. طيب فتحته، اتفضل، بس ما عندناش بن، في شاي بيتهيألي. بتنتي بتنتي جنان مش عايز جنان. خلاص امشي لو مش عايزني. ايه وقفاني الحال ده؟ يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. منصور بصلها بغضب وكان ساكت. جنان بتنهيده. ايوه وبعدين؟ منصور وقرب منها شويه. شوف يا بت الدهشوري، انا لا اريدك ولا عايزه اشوف خلقتك. ده بس بوي عايز يجوزني ليكي، وكلمه بوي ما تنزلش الارض. فجاي اكد علشان ارسيكي هتعملي ايه. استنى بس يا ابو الصراصير، مين قالك اني هوافق اصلا على الجوازه دي؟ ومين كمان انت؟ تق استحاله وافق. حلو جو كده.
جنان بصيت له بابتسامة خبيثة، بس برضه بحبش أكسر كلام عمو حمودة وهوافق. يبقى نتفق احنا الاتنين على حل هيرضيكي ويرضيني. قول لي هو ايه؟ بوي قال انك اول ما تتم السن القانوني وتستلمي املاكك كده يبقى حقك في جيبك، وعمك مش هيقدر يهوب نواحيكي، ودي فيها حوالي سنة ونص كده. احنا نتجوز بس يبقى على ورق، وانا هعتبرك زي زين اختي. وانا عشان يكون في علمك بحب بنت عم قوي، يعني انا حر وانت حرة. وعي الحديث زين. ايه الفيلم الهندي ده؟ بس ادام زي الاخوات وكل واحد حر، خلاص اتفقنا. حلو كده، بس اياك حد يعرف يا ام المصايب انتي. شكرا على ثقتك الغاليه. جنان قفلت الباب ورجعت اتصلت على ظهرها وحكت لها كل حاجه بالحق. تاني يوم زينة اخت منصور بتخبط على الباب. يا جوجو، اصحي يا ناظري. جنان بن عسان جايه اهو يا مقصوفه الرقبه، حاضر. حتى انت يا جوجو، بس طالعه منك زي السكر، يلا عشان تنزلي. جنان وبتشد المفرش وبتقوم بتكاسل. مش عارفه الساعه 8 مصحيه نبيع لبن دي ولا ايه. جنان وهي نازلة اتزحلقت من على سور السلم، من أول فوق لحد تحت، والكل كان متجمع تحت، واتصدمت. وأول ما شافتهم أحرجت وقامت يا مفاصلي ياني. منصور بضيق. اهي وصلت أم المصايب. حاتم بضحك. تعالي يا جنان هنا. جنان بفرحة وبتجري عنده. عمو حاتم، عمو حاتم، أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ وحشتني. انت عاملة إيه يا جنان يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير يا عمو حاتم. أمال فين زهرة؟ لا كفاية انت هنا يا جنان. حمدان بهدوء. يا جنان يا بنتي، كنت عايزة أتكلم معك في حاجة كده. نعم يا عم حمودة. أنا جبت خالك هنا علشان أطلب يدك منه لابن منصور. أنا عارف إن الأصول مش كده، بس أنت خبرة زين الظروف. حاتم بابتسامة. عداك العيب يا كبير. إيه قولك يا بنيتي؟ جنان بصت لمنصور وبتمثل الكسوف. اللي تشوفه يا أنكل حمودة. حمدان بابتسام. على خيرة الله، أنا قلت إنك هتكوني بأمان طول ما أنت تحت جناح منصور. جنان بضحكة. جرى ايه يا ابو الصراصير، انت اتقلبت ذكر اوز؟ في الأوضة عند جنان. جنان وبتكلم زهرة في التليفون. وربنا، المأذون زمانه جاي اهو. وجبتي يا جنان وهتبقي عروسة. هاي مين كان يصدق يا ناس. الله يكون في عونك يا منصور على اللي هيحصل فيك، انا اشفقت عليك. احبك وانت فهماني يا هرهر. معلش يا جوجو، افصل معاكي دلوقتي اللي حس دخل ومش بعيد انه لو شافني بتكلم يسقطني السنه دي وفيها علقه محترمه. سلام. بس مش تنسي سلمي لي عليه ابن روحيه، وربنا وحشني. ابقى هاتوا 2 كيلو موز واعملوا زياره. من عينيا. افصلي يا رغايه هنمطرد. جنان وبتفصل الخط وقاعده قدام المرايه تظبط هدومها وبتستعد لكتب الكتاب، وكان الكل في البيت مستني المأذون. نوره مرات اسماعيل بتخبط على الباب. جنة يا جنة. جنان بابتسامة. هي عارفة انها هي لانها الوحيدة اللي بتندع عليها بجنة. ادخلي يا قلب جنة. دخلت نوارة وكانت هتقفل الباب، لقت زينة دخلت بسرعة. يا جوجو، المأذون زمانته جاي، خلصتي؟ اهلا اهلا بخيبتي التقيلة اللي كسفتني كسفة لا يغمض لها الجفن. اتفضحت علني النهاردة بسبب زينب. ضحك. وحد قالك تتزحلقي على سور السلم كده؟ حميدة والدة منصور دخلت عليهم فجأة. جنان بهمس. ايش الست الحكيمة جت؟ حميدة بجمود. يلا يا عروسة، المأذون تحت. جنان بابتسامة. حاضر يا طنط، جاية وراك اهو. زي القمر يا جنة، زي القمر. بقولك ايه، انا قلبي رهيف بضعف من الكلام الحلو، فحذاري هزروت الدنيا حنان. زينة ونوارة. ده المأذون وهو بيقوم بإجراء أمور كتب الكتاب طلب جنان عشان تمضي. جنان وماشية بفخر وقاعدة على كرسي. أمضي فين بسرعة علشان أنا فاضية، مش ورايا حاجة بليز. أهو. امضي هنا. قلم أزرق؟ إيه ده؟ لأ، هاتلي قلم أحمر. منصور. لأ، هتمضي بده، ماله ده يا أم المصايب؟ أنت بتزعقلي يا أبو الصراصير؟ طيب طلقوني منه، مش عايزاه، طلقوني يا بختي المايل يا أنا يا جوجو، كان مستخبيلك فين أبو شنبات. منك للي كلت دراع جوزها، منك لله يا عم كامل، كله منك. إلهي لو كنت بتشرب تزور، ولو كنت بتاكل تفطس، ولو كنت ماشي تقع على بوزك، منك لله.
منصور بصدمة، وكذلك المأذون، وحمدان كان بيضحك، ومعظم الموجودين من أفراد العيلة، وحاتم مسح على وشه بتعب من تصرفات جنان. منصور بهدوء عكس كمية الغضب القاتلة اللي جواه. يعني الوهولة دي كلها علشان قلم أحمر؟ مش كده؟ برعي هات قلم أحمر. جنان بابتسامة مكر وفي سرها: ولسه يا ابو الصراصير اللي هتشوفه على ايديا، علشان تعرف تعاملني باحترام وسط الناس، وخصوصا اللي اسمها فاطمه دي. صبرك عليا يا ابن حميده. حاتم وقطع شرودها: جنان ابوس ايدك في احراج، امضي باي حاجه. جنان: ولو لازم قلم احمر، احب حياتي تبقى فريش يا اما بلاش. برعي ومعاه قلم احمر: اتفضل يا جناب البيه. منصور خد القلم بعصبيه واداه لجنان: امسكي. جنان ببرود: ميرسي يا ابو الصراصير، ان شاء الله تسلم يا رب. مضت جنان على الورق وبصمت كمان زي ما عمل منصور. المأذون بجملته الشهيرة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. في المنظرة جنان بقرف: يعني ايه مش عايز تأكلني يا اخويا؟ ها، مش احنا متجوزين ولا كان المأذون بيلعب معانا كيلو بامية؟ انت خبرة زينة متجوزك كده اللي على ايه؟ على ورق، امال احنا اتكلمنا في ايه قبل سابق؟ جنان وقفت ولفت وكان ظهرها ليه وبتضحك بخبث: بس ده ما يمنعش يا ابو الصراصير انك تاكلني بايديك يا اخي. اعمل حساب العشره، ولا الحب انتهى، ولا اللي بينا ده كان اوهام. منصور كان هيتجنن من كلامها، ووقف ولفها ليه: بتخرفي تقولي ايه؟ انا ما شفتكيش غير كام يوم بس، حب ايه اللي جاي تقولي عليه؟ جنان بهدوء بتحط ايديها في الجيبه بتاعه الفستان: يعني مش هتاكلني يا ابو الصراصير؟ إذا فاجئتني عمو حمودة يا عم. منصور بسرعة بيقفل بقها بإيديه: بس يا ام المصايب، بس بتعملي ايه كده؟ هتفرجي علينا الخلق. جنان بنص عين: هتأكلني ولا لا؟ خلاص هوكلك. جنان بابتسامة نصر: ايوه كده تعدل، صنف ما بيجيش غير بالعين البني صحيح. اليوم مر بسلام. جنان خلت منصور يفكر فيها. كانوا خلاص طالعين يناموا. منصور: انت نمت؟ امم ايه اللي نايم ازاي وانت بترد؟ ايه ملبوس وعليك عفريت بيرد مثلا؟ منصور بحب: انا خابر ان الليله دي مش هتعدي عليا على خير، حد فينا هيجيب اجل التاني. منصور كان بيقول كده وهو فرحان من قلبه. خطفت قلبه بنت البندر. منصور حب جنان بجد من قلبه، وكان كل يوم يشوفها أجمل وأحلى من اليوم اللي قبله، من كتر المصايب اللي كانت بتعملها فيه وفي أهله. بس خلاص قلبه اتعلق بيها ونسي فاطمة. عارفين مقولة إن الحب ليس للحبيبة اللي للأول؟ دي مقولة صاحبها كان نايم وبيحلم وبيشخر. دمتم طيبين، أشوفكم في قصة تانية.